حطيت بيضة على السمك وبجد ما تخيلتش انه هيطلع بالجمال ده. لازم تجربوا بجد، الوصفة دي هتعجبكم جدا جدا. مبدئيا كده ده سمك غطيان موسى، هو كان جاي طازة وانا دخلته بس الفريزر علشان يعني اعرف اسلقه كويس من غير ما يضايقني، يعني نص تجميدة كده. ببدأ ان انا اجيب السمكية وابدأ من عند الراس اسلك حتة كده صغيرة بالمقص، وابدأ ادخل صباعي كده واشد، بتتسلخ معاكي بمنتهى السهولة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بشد كده بتطلع معايا قشرة خفيفة جدا جدا وبمنتهى السهولة. شايفين شكلها؟ بس كده احنا كده نضفنا الجزء الاسود ده. في بقى الجزء التاني الناحية التانية بنفس الطريقة، هو بيبقى لونه ابيض وبشد كده زي ما شفتوا. الموضوع سهل جدا. حرفنتك بقى ان انت تشدي الكلام ده من غير ما تقطعي البطن، علشان البطن احيانا بيكون فيها بطروخ. وطبعا بقطع الراس بالورب كده زي ما شفتوا. انا شديت هنا المعدة بتاعتها، وبعدين نضفت هنا الجزء اللي هو بيبقى فيه دم، لكن سبت البطروخ جوه السمكة عادي جدا. وبعد كده بخلص كل الكمية، ودلوقتي هبتدي ان انا اغسل السمك كويس جدا. شايفين البطارخ ما شاء الله. اهم حاجة في غسيل السمك بقى يا جماعة ان احنا نحط له ملح، يعني ما بتحطيش حاجة غير الملح، لا ليمون ولا خل ولا اي حاجة. دعاكي كويس جدا ونزلي عليه مية جارية وكده هو اتغسل زي الفل. اي حاجة غير الملح بتغير طعم السمك وبتقلبه لحاجة تانية خالص. وعلى فكرة الخل بيزود زفارة الحاجة مش بيقللها. وهبتدي هنا اصفي السمك كويس جدا، مش عايزين فيه اي مية خالص علشان نبتدي ان احنا نتبله. وهنا حطيته في البايركس ده علشان اعرف اتبله كويس. وجهزت معايا معلقه كبيره من الثوم المفروم ومعلقه ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه وشويه كاري صغيرين. وعصرت هنا بقى الليمون، وبدات ان انا ادعك السمك كده في التتبيله كويس قوي. السمك ده مش بيحتاج تتبيل كتير علشان بيحدق، يعني لازم تتبليه اقصى حاجه نص ساعه مش اكتر من كده. وعلى فكره السمك ده من النوع اللي بيقعد في الفريزر مده حلوه ومش بيغير طعمه ولا اي حاجه، يعني ممكن تتبليه وتدخليه الفريزر. هنا بقى جبت البيضه وبدات ان انا اوزعها كويس جدا على السمك. وبجد يا جماعه بجد بجد لو جربتوا الطريقه دي هتعجبكم جدا جدا. هنا جبت بقى الخلطه بتاعه البقسماط اللي انا بعملها، وهقول لكم الخلطه دي عباره عن ايه. بقسماط وفيجيتار ونشا، وكمان حطيت عليهم شويه دقيق. الفيجيتار بيعمل طعم حلو جدا، والنشا والدقيق وظيفتهم ان هم يفتحوا لون البقسماط وبيخلوا الحاجه لونها ذهبي وحلوه قوي عند القلي. وبس يا ستي بتبتدي تاخدي سمكة كده وبتغطسيها كويس في البيض. انا مش حاطة بيض كتير، يعني هي بيضة واحدة اللي احنا حطيناها. وتبتدي ان انتي تضغطي على السمكة كويس جدا، تاخد طبقة حلوة كده من البقسماط والدقيق اللي احنا حطيناه. بضغط عليها كويس قوي كأنك بتعملي بانيه بالظبط. وبتحطي كده جنبك علشان تبتدي ان انتي تجمعي كام واحدة كده عشان تروحي تقلي. يا ريت لو وصلتي للجزء ده ما تنسيش تعملي لايك وتكتبي لي بتتابعيني منين، علشان انا بفرح قوي بالتفاعل بتاعكم. انا اسمي زينب وانا من محافظة بورسعيد. وهنا زي ما شفتوا كنت خلصت الكمية بتاعتي. هبتدي بقى ان انا اقلي زيت عادي مش غزير، وهنحط لان السمك اصلا رفيع جدا، وهنحط السمك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واول ما ياخد اللون الذهبي بنقلبه كويس جدا، وبعد كده بنشيله على مناديل. بيبقى تحفة جدا ومقرمش وحلو قوي وهيعجبكم جدا جدا. انا مش قادرة اقول لكم ريحته كانت عاملة ازاي في اللحظة دي. وشايفين اللون الذهبي ده علشان انا عملت النشا زي ما قلت لكم والدقيق. الحاجات دي بتقلل من غمقان البقسماط، يعني بتخلي اللون ذهبي وحلو قوي. طلعته على مناديل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وتعالوا بقى اوريكم لون السمك ده من جوه بيكون عامل ازاي وشكله ايه. واصلا عايزه اقول لكم من احلى وانضف انواع السمك اللي ممكن تجربوها في حياتكم غطيان موسى، لان هي فعلا لحمتها بيضه جدا وبجد تحفه وطعمها حلو قوي، وسمكه نظيفه مش زفره اطلاقا. مفيهوش ابدا من خطوه البيض دي، لانها فعلا بتنقل السمك في حته تانية خالص. وطبعا لسه جواه البطروخ زي ما قلت لكم. وانا السبب اللي خلاني ما اطلعش البطروخ منها ان لو انا طلعته وقليته هيبقى ناشف، فهنا البطروخ محافظ على الطراوه بتاعته وطعمه حلو قوي. جربوا الطريقه دي هتعجبكم قوي. كنت معاكم زينب زياد، والسلام عليكم ورحمه الله.